من ألذ وأحلى تشيز كيك ممكن تجربوها. هنعملها في الميكرويف كمان بمنتهى السهولة ومكوناتها بسيطة جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة جبت البسكوت وطحنته بالشكل ده. بعد كده ضفت عليه معلقتين كبار من الزبدة الذائبة وقلبتهم مع بعض كويس. بعد كده جبت المج ودهنته بالزبدة وحطيت عليه البسكوت، وفضلت اضغط عليه عشان يكون متماسك بالشكل ده. جبت 10 مكعبات من جبنة كيري وحطيت عليهم ربع كوباية من السكر وخلطتهم مع بعض كويس. بعد كده ضفت عليهم بيضة ومعلقة صغيرة من الفانيليا وخلطتهم مع بعض كويس لحد ما يكون قوامهم كريمي بالشكل ده. ضفت عليهم ربع كوباية من الكريمة وخلطتهم مع بعض كويس تاني. وبس ده كده القوام في الاخر. جبت المج اللي انا حطيت فيه بسكوت وحطيت عليه خليط التشيز اللي انا عملته ودخلتها الميكرويف لمدة 3 دقايق، وده شكلها في الاخر. بس هدخلها التلاجة لمدة ساعة، وبعد كده هبدأ اني اسلكها بالسكينة كده عشان تطلع معايا بكل سهولة. بس وهي طلعت معايا بكل سهولة زي ما انتم شايفين. قلبتها بقى الناحية التانية عشان يكون البسكوت من تحت، وحطيت عليها صوص الفراولة. هكتب لكم ازاي عملته. طبعا انتوا شايفين الجمال والحلاوة بتاعتها كأنكم بالظبط جايبينها من بره. ده غير طعمها حلو جدا، هيعجبكم قوي. ولو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.